شاعر. هما الفلسطينيين فعلا بقى ارضهم؟ جبت الكلام ده منين؟ لسه شايف بوست على الفيسبوك من شويه. مين ابن الوحشه اللي منزل الكلام ده؟ صفحه منزلها. القصه دي حقيقيه؟ لا طبعا ما حصلش. طب ما تحكي لنا القصه كلها. استنى عشان بالله، يلا بينا. مساء الخير. مساء الخير. هل الفلسطينيين باعوا ارضهم لليهود؟ من اكتر الجمل اللي بتتكرر الايام دي من بعض الجهات والدول ان اهل فلسطين ما يستحقوش الدعم لانهم ببساطه باعوا ارضهم لليهود، ومش من حقهم ابدا ان هم يرجعوا يطالبوا بارض جدودهم اخدوا حقها من زمان. لكن هل الموضوع ده حقيقي وانهم فعلا باعوا ارضهم؟ كالعاده هحكي لك الاحداث وهسيبك تحكم في النهايه. على مدى 4 قرون كانت فلسطين ولايه تابعه للدوله العثمانيه اللي كان كل همها ان هي تجمع الفلوس من الفلاحين بغض النظر عن الخلافات الداخليه ومشاكل الفلاحين وعدم امتلاكهم لصكوك ملكيه الاراضي دي. وكان النظام اللي ماشي اي فلاح عايز يزرع اي ارض يروح يزرعها ويبقى معروف بين الجيران ان الارض دي ملك فلان ويفضل يزرع فيها طول ما هو بيدفع الضرايب اللي عليه. مفيش اي ارض كانت ملك الفلاح بشكل قانوني، وعشان تنسب ملكيه الارض دي لنفسك فانت لازم تدفع للدوله مبالغ في الوقت ده كانت اعجازيه جدا على الفلاحين البسطاء. وكانوا اللي بيمتلكوا اراضي باسمهم هم العائلات الغنيه جدا، ودول بالمناسبه ما كانوش عائلات فلسطينيه بل كانوا مجموعه عائلات سوريه ولبنانيه اشتروا الاراضي دي من الدوله العثمانيه بعد ما عرضت الاراضي دي للبيع وقت ما احتاجت فلوس. العائلات دي يا سيدي كانت بتمتلك مساحات مهوله من الاراضي الفلسطينيه وكانت متحكمه في الزراعه والفلاحين بشكل كبير جدا، وكان تحت يدهم وسلطتهم مئات من القرى اللي بيجمعوا منها الضرائب. اما الفلسطينيين اللي كانوا بيمتلكوا اراضي دول كان بيطلق عليهم تجار الملاك، ودول كانت الضرائب بتتراكم عليهم سنه بعد سنه فبيضطروا بعدها يرهنوا الاراضي بتاعتهم للعائلات الغنيه، ولما ما يقدروش يسدوا الديون اللي عليهم الارض تلقائيا بتتنقل ملكيتها للعائلات الغنيه. حلو كده. بعد كده عملت الدوله العثمانيه قوانين كتير تقنن بيها ملكيه الاراضي بتاعتها للفلاحين الفلسطينيين، لكنهم للاسف كانوا بيتهربوا من القوانين دي لان تسجيل ملكيه الارض بيعرف الدوله عدد افراد العائله والابناء الذكور اللي بياخدوهم اجبارا للجيش، واللي كانوا بنسبه كبيره ولادهم ما بيرجعوش منها، فبقوا بدل ما يسعوا لاثبات حقهم في الاراضي دي اللي بقالهم عشرات السنين بيزرعوا فيها هم واجدادهم بقوا بيسقطوا حقهم خوفا على اولادهم وعدم رجوعهم مره تانيه في حاله التحاقهم للجيش. وفضلت الدنيا عايمه على بعضها لحد ما صدر فرمان غريب جدا من السلطان العثماني بينص على تغيير القانون اللي كان بيرفض بيع الاراضي للاجانب، وبقى مسموح لاي اجنبي انه يشتري ارض زي ما يحب طالما معاه فلوس. اتسمى القانون ده بقى قانون امتلاك الاجانب للارض. طيب ايه اللي حصل؟ وليه الدوله العثمانيه غيرت قوانينها؟ اللي حصل ان كان في يهودي مشهور جدا اسمه مونتيفيوري، كان رجل اعمال غني جدا وماسك مناصب ومكانه مهمه جدا. الراجل ده لما جه زياره لفلسطين لقى ان يهود فلسطين اللي ما يتخطاش عددهم 500 يهودي عايشين في حاله مزريه جدا وفقر شديد جدا جدا، فقرر انه يشتري ليهم مستعمره يعيشوا فيها مع بعض بعد ما كانوا مجموعه في الجنوب ومجموعه في الشمال. ولان ده كان ضد قوانين الدوله العثمانيه استعان بقوه انجلترا للضغط على السلطان العثماني اللي اصدر فرمان بايجاز بيع الاراضي للاجانب، وبالفعل تم بناء اول مستعمره يهوديه على ارض فلسطين. الموضوع يا صديقي ما كانش غريب ولا يستحق القلق لان كده كده اليهود كانوا جزء من المجتمع الفلسطيني وفصيل ديني زيه زي الاسلامي والمسيحي، فما كانش فيه منهم اي خوف او توقعات للأسوأ. ومن هنا يا صديقي بدأت هجرة اليهود لفلسطين تزيد ويزيد معاهم رغباتهم في شراء الاراضي الفلسطينيه، واتعملت مؤسسات كتير جدا لجمع الاموال اللي تم من خلالها شراء الاراضي دي. العيله اللي باعت جزء كبير جدا من الاراضي الفلسطينيه لليهود كانت عيله اسمها آل ثرثر، ودي كانت من ضمن العائلات اللبنانيه اللي اشتروا اراضيهم من الدوله العثمانيه وباعوها بعد اغرائهم بمبالغ مهوله. باعوا لليهود اراضي الفوله ونورس وجنجار ومرج بن عمر، وبلغ مجموع الاراضي اللي باعوا لليهود 400,000 دنم، والدنم ده كان بالمناسبه وحده قياس عاملاها الدوله العثمانيه، وكان الدنم ده بيساوي 900 متر تقريبا. بيجي بعدها عيله آل سلام ودول كمان كانوا لبنانيين باعوا 165,000 دنم. اما
عائلة آل تيان اللبنانيين باعوا وادي الحوارس اللي كانت مساحته تقريبا 308 ألف دولار. كمان آل توين اللبنانيين باعوا قرى كاملة ما بين عكا وحيفا زي نهاريا وحيدر وانشراح والدار البيضاء. وآل خور اللبنانيين باعوا 3850 دونم على جبل القرم. أما آل قباني اللبنانيين باعوا وادي القباني اللي مساحته كانت بتوصل ل 4000 دونم. أما آل صباغ باعوا أراضي كبير جدا في الساحل الساحلي. ونيجي بقى للعائلات السورية اللي كان منهم آل يوسف اللي باعوا أراضي في البطيحة والزاوية والجولان، وكذلك آل مردين السوريين برضو اللي باعوا أملاكهم في صفا، وزيهم آل قواطلي والجزائرلي والشمعة والعمري السوريين اللي باعوا كل أملاكهم المتفرقة في البلاد. وبسبب البيعات دي كلها اتشردت حوالي 27 ألف أسرة فلسطينية. هتيجي تقول لي يعني مفيش ولا فلسطيني باع أرضه؟ هقول لك لا طبعا فيه، وكان عددهم 4 عائلات، لكن نسبة أملاكهم ما تخطتش 1% من اللي اتباع. والعائلات دي اضطروا يبيعوا بعد تراكم ديونهم والتضييق عليهم في المعيشة. وبالمناسبة العائلات الفلسطينية اللي باعت تم اغتيالهم من قبل الثوار الفلسطينيين وحرمانهم من الدفن في مقابر المسلمين بعد إصدار فتوى تحريم بيع الأراضي لليهود. وبعدين قام العلماء بحملة كبيرة جدا في جميع قرى ومدن فلسطين، وعملوا اجتماعات وخدوا على أهلها المواثيق والعهود بأنهم يتمسكوا بالأرض. وبالفعل تمكنوا من إنقاذ أراضي كبيرة جدا منها دير عمرو وزيتة، وقدروا يحموا أكتر من 60 قرية من قرى يافا. وتكونت مؤسسات كاملة كان كل هدفها إيقاف بيع الأراضي، اللي أنقذ بعد كده أراضي البطيحة اللي كانت مساحتها تقريبا أكتر من 300 ألف دولار. وحضرتك طبعا بعد سلسلة المبيعات دي كلها هتتوقع أنهم حصلوا على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، لكن لا، رغم كل جهدهم وأموالهم في شراء الأراضي دي كانت نسبة اللي اشتروه ما يتخطاش 6% من مساحة فلسطين. أمال إزاي قدروا يحصلوا على كل المساحة دي؟ بعد سقوط الدولة العثمانية واحتلال انجلترا لفلسطين وعدت اليهود بإقامة وطن قومي ليها على الأراضي الفلسطينية، ومن هنا تم فتح باب الهجرة وتسهيل السفر لليهود. وبعد مجهود كبير جدا في تجميع اليهود من كل بقاع الأرض وصل عددهم تقريبا 50 ألف يهود، واللي بدأوا يطالبوا بتقسيم الأرض بينهم وبين الفلسطينيين. وعشان كده تعين اليهودي هربرت سموئيل أول مندوب سامي على فلسطين. بدأ يخترع قوانين لجمع الأراضي الفلسطينية تحت حكم انجلترا وحرية التصرف فيها، ودي كانت قوانين كتيرة جدا وكانت ظالمة جدا جدا. منها مثلا الأراضي اللي يموت صحابها ما تتنقلش ملكيتها للوريث بل تروح لانجلترا على طول، ولو ما معكش أي صكوك ملكية يبقى تتنقل الأرض ملكيتها تحت حكم الاحتلال حسب قانون نزع الملكية، ولو رفضت تسيب الأرض تتسجن أو تتقتل عادي جدا. قانون الغابات اللي بيديهم الحق يحطوا ايديهم على أي غابة أو أي مساحة واسعة ما بيسكنهاش بشر. قانون بيديهم الحق في ضم السهول الساحلية والأماكن الخصبة. قانون الغابة اللي بينص على أي مهاجر بره فلسطين ملوش أي حق في أي ملك ليه. ووصل إنهم حتى حطوا ايديهم على الأوقاف سواء من الكنائس أو المساجد وضموها ليهم. وبعد كل ده راحوا عاملين تسوية حقوق الملكية، وده قانون بيديهم الحق في أخذ أي أرض أو أي حتة ويضموها للاحتلال. وطبعا ليهم الحق في استخدام كل الثروات اللي عليها. يعني دلوقتي كل حاجة مهيئة لإنشاء وطن قومي لليهود. وهنا يا سيدي اتحقق وعد بلفور الشهير، وعد لمن لا يملك لمن لا يستحق على الأقل بشكل جزئي. وفي 29 نوفمبر سنة 1947 الجمعية العامة للأمم المتحدة قسمت فلسطين لثلاث أجزاء. الجزء الأول كانت مساحته 43% وده خاص بالفلسطينيين، و57% وده خاص بالإسرائيليين. أما القدس وبيت لحم دول اتحطوا تحت حماية دولية بسبب مكانتهم الدينية. لكن الاحتلال يا صاحبي ما اكتفاش بالتقسيم ده، أو بالعربي كده مرضيوش، فعملوا 38 مجزرة موثقة ومؤرخة نتج عنها تفريغ قرى ومدن بالكامل من أهلها اللي استشهدوا وسابوا دمهم على كل شبر في الأرض دي. متخيل قرى بالكامل تمت إبادتها عن بكرة أبيها وسكنوا مكانهم وخدوا بيوتهم وأشجارهم واستخدموا كل حاجة كانت ملكهم. واستمرت المجازر واستمر تهجير أسر الفلسطينيين اللي وصل عددهم ل 14 مليون لاجئ، لحد ما بقى الاحتلال أكتر من 80%
من الأراضي الفلسطينية. وما زالت المجازر مستمرة، وما زالوا الفلسطينيين كما عاهدناهم بيدفعوا دمهم ثمن الأرض دي. في مقولة مشهورة بتقول: إذا أردت أن تقتل عدوا لا تطلق عليه رصاصة بل اكذوبة. فالإشاعات اللي بتشوفها اليومين دول هدفها غسل مخك وزعزعة إيمانك بقضية إنسانية بحتة، خرجت من البداية من أفواه الاحتلال والعدو اللي كان بيعمل لجان خاصة في كل سفارة في الوطن العربي، مهمتهم هي نشر الأكاذيب دي في التجمعات والقهاوي والمناسبات، لحد ما بقينا نرددها بكل غباء واحنا مش فاهمين ايه اللي حصل بالظبط. في باحثة بريطانية اسمها روزماري بتقول: لقد أذى التشهير بالفلسطينيين أكثر مما أذاهم الفقر، وأكثر الاتهامات دي ألما كان إنهم باعوا أرضهم. هي دي القضية وهي دي القصة الحقيقية، مش زي ما بتتحكى لك دلوقتي بهدف تلويث أفكارك وسلب حقك الإنساني في التفكير والوقوف جنب الحق. انشر المعلومات دي على قد ما تقدر وخليك انت صوت الحق، وحارب معاهم بتوضيح القضية بشكل صحيح في وسط قطيع المتطبعين اللي بيدفعوا ملايين علشان يوصلوا القضية بشكل خاطئ، ومحاربتك وانت في بيتك. انت الصوت الإعلامي دلوقتي في غياب الإعلام العربي اللي سد عيونه وودنه، فانشر الحقائق وعرف العالم الحقيقة بأي طريقة تختارها. أما لو عايز تعرف الأرض دي ملك لمين وتاريخها دينيا، استنانا في الحلقة الجاية من القصة كلها.